السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للرسائل النصية، كنا احنا عاملين في الحلقة اللي فاتت عن الرسائل النصية. عملنا هنا تكست بوكس مربع، هنا باسمه تكست صفر، وعملنا هنا كوماند اللي هو التالي. وهنيجي هنا عند التالي ونختار عند الضغط على التالي هننقل الكود اف لو مي دوت مفيش غيره تكست صفر الموجود بتساوي 5 زين. احنا كنا قايلين كده. ايه اللي يحصل؟ هنعمل كود اللي هو الكود الاخير اللي احنا كتبناه، اللي هو سهل جدا، اللي هو المسج بوكس ده. بس هنا هنشيل المربعات ديت وهنكتب مكانها الرصيد مثلا غير متاح. else end if. وهنا مثلا هنا لو عملنا واحد مفيش، اتنين مفيش، لكن عملنا هنا 5 هيدي الرسالة هي رصيد غير متاح. طب أحيانا بعض الناس لما بتحمل مايكروسوفت اكسس ما بيقبلش كود العربي داخل الفيجوال بيزك، اللي هو ده ما بيقبلش كتابة اللغة العربية مع الحل. وحتى لو قبل مش هيفتح معاك ويحصل ايرور ويحصل مشاكل كتير قوي. ما هو الحل؟ هنعمل تكست بوكس مساعد. تكست بوكس مساعد فاحنا هنعمل هنا التكست بوكس المساعد ونكتب هنا اهو. هنا الرصيد غير كافي، القيمة الافتراضية هنا الرصيد غير كافي. وهنستبدل، طبعا هنعرف الاول التكست بوكس ده اسمه ايه. هنا تكست 3. هنستبدل القيمه الموجوده هنا. الكلام ده خد بالك ان هنا بين علامتين تنصيص، ملناش دعوه بالعلامه التنصيص دي لان احنا مش هنكتب. احنا بين قوسين كده اهو مي دوت تكست 3. تعال نشوف كده. لو عملنا يساوي 5 فانا كتب لي بناء على الكلام اللي اتكتب هنا. طب احنا لو غيرنا الكلام اللي كتبنا هنا مثلا ايه، الرصيد بدل من الرصيد غير كافي الرصيد غير موجود. دي الإفادة في حالة اللي احنا لو عملنا ياخد القيمة من خلال التكست بوكس. تعال نشوف كده. احنا هنا لازم نعمل التحديث ده من داخل القيمة الافتراضية. نعملها مثلا الرصيد غير موجود. الرصيد غير موجود. لو دوسنا 1 مش هيطلع حاجة، لكن لو دوسنا 5 عمل لي الرصيد غير موجود. طب أنا دلوقتي عايز أعمل تحديث للكلمة اللي هتتكتب هنا ويتغير، بدلا من إن احنا أخش في المكان اللي هو بروبرتي شيت ديت. يعني مش عايز أنا مش عايز أخش أنا في المكان ده وأعمل تعديل. أنا عايز اللي أنا أكتب من هنا على طول ويظهر معانا في الرسالة. ما الحل؟ ساعتها هنحتاج ان احنا نعمل تخزين لجدول، مثلا زي جدول تيبل 1. التيبل 1 ده هنكتب فيها الرسائل اللي احنا عايزين نكتبها. وهنا هنعمل مثلا هنا الرصيد غير كافي، وهنا الرصيد غير موجود.
وهنعمل هنا فيلد 2 ودي مهمه قوي، هتبقى نمبر. تمام، وهنكتب هنا 1 ونكتب هنا 2، نكتب هنا 1 ونكتب هنا 2. يبقى الرصيد الغير كافي هو بالاختيار رقم 1، وهنا الرصيد غير موجود إلى الاختيار رقم 2. وهنعمل جدول تالي وهنسميه نمبر. الجدول ده هيسيف باسم تيبل 2، بحيث ان احنا الجدول اللي هو التيبل 2 ده اللي فيه الاختيار هنعمله نحوله الى فورم. كل اللي يهمنا اللي هو الفيلد 1 فقط لا غير. وهتسيف طبعا باسم تيبل 2. هنيجي هنا طبعا الكلام ده خلاص احنا مش هنمسحه دلوقتي، بس احنا هنخليه، هنعمله بس اخفاء، عمليه اخفاء. عمليه اخفاء دلوقتي، وهنسقط، بس هنخش على الديزاين، واجهه ديزاين فيو، وهنسقط معانا اللي هي المكان التخزيني للرساله اللي المفروض تظهر. يعني هنكتب 1 ولا 2 كده. لو عملنا 1 وخرجنا ودخلنا متسجله، ما زالت متسجله 1، ما زالت متسجله 1. هنعمل الاختيار الثاني وهي التيبل 2 اللي هو فيها قيمتين الرسائل، قيمتين الرسالة دولت هنحول إلى شكل الفورم، هنحولها إلى شكل فورم. وهنشيل اللي لا يعنينا من هذا الموضوع، لكن اللي يعنينا هو الكلمة والرقم بتاعه. كده بتسيف اسم تيبل 1. يبقى احنا هنيجي هنا وننزل معانا، بس لازم نخش على ديزاين فيو الاول، ونخش هنا ونسيب وننزل معانا تيبل 1. عايزين نوصل لكتابة الرسالة دي. كتابة الرسالة ديت عبارة عن الجزء الأول، وهو الجزء الأول اللي هو في العنوان اللي هو السب فورم نفسه اسمه تيبل 1. الجزء الثاني من داخل تيبل 1 وهو فيلد 1. فيلد 1 لو حابب توصل للعنوان بتاعه بنخش على أي مكان هنا عند الضغط عليها، أو نخش على أي مكان نعرف العنوان بتاعه اللي احنا هنتعامل معاه. احنا طبعا في فورم 1، يبقى احنا هندور على فورم هو طالما مفتوح يبقى هتلاقيه في الجزء المفتوح. هنا اداك علامة زائد علشان يبقى هنا في 2 مساعد دخل فورم، يعني في 2 فورم دخلوا، او اكتر من فورم، او في فورم دخل مدرك في الفورم ده. في فورم 1 في 2 فورم داخلي، 1 و2. اللي يهمنا مين؟ 1 وهناخد منه فيلد اولاني. كده العنوان اهو الاولاني، يبقى اصبح العنوان الاولاني. هنخش على الايه الكود اللي هو عند اللي هو التالي، وهنشيل دي. بس اهم حاجه القوسين لازم يكونوا موجودين، وتدخل ده مكانها. دي نقطه. النقطه الثانيه عايزين نربط الحقل اللي هو فيلد 2 اللي هو في الرقم بالرقم اللي هنا. طب هنا عايز اوصل له، ممكن يتوسع السب فورم يا اما تضيقه. يبقى هنا عندك فيلد 1، فيلد 1 هو الرقم، وهنا فيلد 2 هو الرقم المربط، يعني ده هو ده. طب نحلها بقى ازاي؟ هنيجي هنا، احنا هناخد الرسالة منين؟ من 1 ولا من 2؟ هناخدها من هنا اللي هو تيبل 1. طيب لما احنا هناخد رسالة من تيبل 1 فيلدر 2 ده هو رقم، هيتفرطن مع مين؟ مع فيلد 1 الموجود هنا في تيبل 2. خلاص، يبقى احنا هنعمل هنا لينك، هنقف عند المكان ده لينك، وهي الماستر لينك ماستر ولينك شيلد. لينك ماستر عايزين نوصل ل العنوان الاول، وهو العنوان الاول اللي هو فيلد الفيلد 1. نوصله ازاي؟ هنقف عند الكليك هنا
اي مكان هنا ونخش عند الفورم اللي هو فيلد 2 اللي هو فيلد الاولاني ده العنوان الاول. التاني مش محتاج لان هنكتب فيلد 2 فقط لا غير عشان ده بداخلي. يبقى هنا عند الماستر ده عند اللي هو الماستر هيتكتب هنا اهو، والتاني هيتكتب فيلد فقط فيلد 2 مش محتاج ان احنا نكتب اكتر من كده فيلد 2 بس كده. هنا لو عملنا 2 والتالي عملنا 1 هنا مش شغال لسه هنشوفها دلوقتي. فهنا جاب لي 2 اللي هو الرصيد غير موجود. لو عملناها 1 عمل لي الرصيد غير كافي. طب انا دلوقتي مش محتاج ابص على ده، يبقى ده في وضع الاخفاء بتساوي نو. يبقى هنا لو بتساوي 5 هيديني الرصيد غير كافي. لو عملنا هنا 2 اختار الرقم 2 ودخلنا مرة أخرى وكتبنا هنا 5 يبقى هنا الرصيد غير موجود. اتغيرت نمط الرسالة مجرد ما غيرنا الكلمة اللي هنا. هو ده المقصود في الحلقة النهاردة اللي احنا ازاي نتحكم في الرسالة. ما تحكمناش في الكتابة لكن اتحكمنا في أرقام فقط لا غير. طب حد يقول لي هل هيبقى بالمنظر ده اللي هو هيبقى ادخال؟ لا، هو مش هيبقى بالمنظر ده، ان ممكن تعمل له شويه اخفاءات اللي هو بنضغط 2 كليك عليها ونخش على فورمات وننزل ونشيل الاثنين دولت كده. بدأ ايه الاخفاءات اهي شكلها اتحسن شويه. وبرضك يبقى هنا نعمل حاجه اسمها عند الفتح او عند التحميل نعرف الاول السب فورم ايه، ونيجي هنا ونشيل اللي هي علامات البروز تبقى بهذا الشكل. في الدرس الجاي احنا هنحاول ان احنا نعمل ازاي نعمل رقم سري، او الدرس الجاي ان شاء الله ازاي نعمل في نفس الحلقه دي في نفس المثال ده، لو المثال ده تحمله اسفل الفيديو، ازاي عند تحميل هذا الصفحه يبقى الوضع كله ما فيهوش الا زرار فقط اللي هو الادخال، وهنا مخفيه. طب امتى اظهره؟ اتك هنا مثلا ايه رقم باسورد، دي رقم باسورد للاعدادات. مجرد ما اديك رقم الصح الباسورد صح وندوس انتر يظهر لي ايه الخانه دي ان شاء الله هنعملها ايه في الحلقه الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.